انا كنتحداك انت بالضبط وعارفك عرفتيني كنهضر عليك. كنتحداك تاخذ الريد بيل اللي بها ما بقيتيش عايش في الوهم وخرجتي من الماتريكس، بغيتك تاخذها هي نيت باش تشوف حقيقه واحده اخرى ديال انك عاوتاني دخلتي في ماتريكس. كنتحداك تاخذ الريد بيل وبنفس المنطق اللي وراوك به العالم تحاول تشوفه من منظور اخر. واخا راني عارف غالبا عقلك غادي يدير لك الكونفيرميشن بايس ولا انحياز تاكيدي وغادي يقول لك لا ما يمكنش نكون دخلت في فهم اخر راني اصلا خرجت منه. انا بغيتك غير تجرب. ياك قالوا لك ان الحياه مور ما كتاخذ الريد بيل صعيبه وما كيتقبلهاش الانسان، علاش ما تكونش تخدعتي حتى في هذا الريد بيل وتم التضليل ديالك؟ وفي كل الحالات ما غادي تخسر والو، حيت ما غاديش ندير ريدي في جيبك ونقول لك اجي دير عندي الكوتشين ولا بارطاجي الفيديو ديالي ولا خلص 100 درهم باش نجي نوريك الاسرار. انا بغيتك تخدم حاجه وحده، عقلك، وما كرهتيش تناقش معايا. ماشي تخسر عليا انت بلوبي اللي حقير ولا بيطا ولا غادي يجي النهار اللي غتفهم فيه وغتفيق انت بحالنا اللي عنده باش يناقش معايا مرحبا، ولا بغيتي تعايرني مرحبا. المهم وتكون منسجم مع الافكار ديالك. على حد العلم ديالي نتوما عقلانيين وما كتنفعلوش بالعواطف. وبالنسبه لي ما فاهمينيش علاش كنهضر، انا كنتكلم على الحركه الذكوريه الجديده ماشي مسطحيه ديال هي غير ردة فعل على النسويه. عاوتاني ما نقولوش عليها عقيده وما نقولوش عليها فلسفه، هي واحد التيار فكري عنده جمهور وعنده البيئه المثاليه باش ينتشر اكثر. وبغيني نوضح واحد الحاجه من الاول، انا هنا يمكن نهاجمش اشخاص، كنعطي وجهه نظر من افكار بلا ما نحملها ما لا تحمل ونقول انهم كاملين كيحاولوا شيطنه المراه. اهم حاجه هي انني غادي نكون اصولي في الريد بيل ونتكلم على النسخه الاصليه ديالو ماشي النسخه العربيه الاسلاميه. غادي نحاول الى حد كبير نناقش الريد بيل من داخل الريد بيل، ما غنجبد لكم لا قوامه لا حافظيه لا باترياركي لا والو. حتى الحلقه اخرى ان شاء الله. الفيديو غادي يجاوب على ثلاثه الاسئله: واش ريد بيل مبني على حقائق علميه؟ واش هو نصب باسم الفلسفه؟ واش كيبدا من عقد نفسيه وكيسالي باحداث عقد نفسيه اكثر منها؟ ونبداو على بركه الله. غالبا غادي تكونوا لاحظتوا ان صناع المحتوى اللي كيدافعوا على هذه الافكار كيستعملوا لنا ديكتاتوريه العلم والكلمات الانجليزيه. راه ماشي غير اللي كيعرف ينطق السايكولوجي بالامريكانيه غادي يتكلم بالعلم، هذا غير بين قوسين ماشي من اجل التنمر. المعلومات راها متاحه وموجوده ولكن خاصها تفكير ناقد، critical thinking، باش نبانوا حتى حنا قارين. عرفتي واحد الليله طار عليا النعاس وانا كنحاول نلقى شي رابط مع الموضوع بلا ما نعاود القصه ديال ريد بيل بالطريقه الكلاسيكيه، الفيلم ديال ماتريكس رولو توماسي والقصه اللي معروفه. بقيت كنحاول نقلب على الحاجه اللي كتربط بين هاد الظواهر كامل، حيت ما كاينش غير ريد بيل بوحدو، كاين العاب سحريه واحده اخرى. الرابط اللي لقيت وغادي ندخلوا شويه في الفلسفه هو بحث الانسان عن السعاده، الهابينس اخوتي وخواتاتي، اللي كلشي كيقلب عليها. اي حاجه فكرتي فيها دابا كيعطي عليها الانسان الفلوس غادي تلقاها كتلبي لي احدى الحاجيات باش يكون سعيد في نهايه المطاف. والدرس الاول اللي كيتعلموه الناس ديال المقاوله في الاقتصاد الراسمالي هو البحث عن الاحتياج، لو بوزوان. شنو هو الاحتياج اللي غادي نلبيه للانسان واللي قد يعطي عليه الفلوس؟ الماكله والامان، الرغبه الجنسيه والترفيه. التطور الصناعي يقدر يجاوب بشكل كبير على الماكله والامان، بنينا الديور، صايبنا الاسلحه وطورنا الزراعه. نورمالمون الانسان غادي يعيش مزيان وغيبدا يقلب على سد احتياجات اخرى ابتداء بالجنس والترفيه والتواصل وحتى الروحانيات. ولكن النظام الراسمالي العمود الفقري ديالو هو القروض الربويه والفوائد، يعني خاص كل شركه باش تخلص الدين تبيع اليوم اكثر من البارح وغدا اكثر من اليوم. اذا خاصنا نزيدوا الانتاجيه ونزيدوا المستهلكين، واخا الاحتياجات ديالهم صافي تسدات. باش الراسماليه ما تنهارش خاص الاستهلاك ماشي غير ما يوقفش، خاصو يكون في تزايد. داكشي باش تطورات القوى الناعمه ولا سوفت باورز، واولها الاعلام كيعتمد بشكل كبير على الدراسات اللي كتجينا من علم النفس السلوكي، وهذا الشيء كله كيتحول اشهارات والاعمال السينمائيه. ولكن مع تطور تقنيه التواصل والسرعه ديال الانترنت والهواتف الذكيه ولا الوصول للمستهلك اللي هو انت وانا ساهل ودغيا ممكن نديروا ليه غسيل الدماغ ونوجهوه لماكينه الصناعه. وغادي تقول لي وشنو هو علاقه هذا الشيء كامل بالموضوع؟ راني جاي غير بلاتي. بعض الدراسات الاجتماعية رصدت أن المجتمعات ما بعد الحداثية في أوروبا وفي الغرب عموما غادية في اتجاه نتونة المجتمع. ما عرفتش هاد نتوانة واش كاينة في العربية، بمعنى تكسير طبيعة الذكر وذكر الفحولة والشهامة والقوة والعنفوان اللي خاص يتميز به. كيتلخص في كلمة فيريليتي وفيغيليتي حتى بالفرنسي. والخلاصة اللي وصلوا ليها بلا ما ندخل في التفاصيل هو أن نسبة هرمون الذكورة في تناقص ملحوظ، والأسباب تتعدد: الماكلة ديال الزنقة، كثرة الجلوس وقلة الرياضة، الصهير، النظام التعليمي اللي كيفرض على الولد يبقى جالس النهار كامل، والمواد اللي كيقرا اغلبيتها كتفوق فيها البنت، سوق الشغل البنات كيتقبلوا اكثر من الدراري حيت نفعهم النظام التعليمي، وصحاب الشركات كيختاروهم بالغريزه عوض ما ياخذوا الدراري حيت ضريفات، كيخدموا بزاف ما كيطلبوش صالير طالع. زيد عليها 70% من حالات الطلاق المراه اللي كطالب بها، والمحكمه كتجي منها وكتعطيها الحضانه وكتدي للراجل نص الثروه ديالو واخا يكون هو اللي خدم عليها. وهذا الطلاق كيخلي الدراري كيكبروا بلا اباء ديالهم، وبالتالي المراه كتربي الولد باش يكون ظريف كالخريف، وغالبا غادي يولي قوس قزح. نسبه الانتحار عند الذكور اكثر 4 المرات من النساء، وحتى من الافلام ولا فيها الحشو ديال الرجل الغبي والمراه القويه. ونقدروا نقولوا ان هذا هو الكونست
النقطة ولا الخلاصة المأساوية الرئيسية اللي مبنية على دراسات إحصائية واستنتاجات كتعبر على الناس اللي خدموا عليها. نقدروا نتفقوا على شي حاجة منها، نقدروا نختلفوا على شي حاجة، حيت هي كتعتمد غير على الإحصاء وعلى دراسات عينة من المجتمع. وغالبا هاد الدراسات كيتبناوها الأحزاب اليمينية ضد في الأحزاب اليسارية اللي كتآمن بالحرية المطلقة وكتدعم النسوية وقوس قزح. دابا يا سيدي ويا لاله، هاد الحداثة زعزعات لينا الاستقرار النفسي ديال الغرب وخرج لينا مجموعة من الظواهر الاجتماعية الغريبة. هاد الظواهر الاجتماعية كيصايبوا كوميونيتي ديالهم ولا واحد الطائفة وكيبقاو يبارطاجيو مع بعضياتهم الأفكار. أولهم الفيمينيستات اللي كنا دوينا عليهم في الحلقة اللي دازت. وعند الذكور لقاو ظاهرة الانسيلز واللي كتعني involuntary celibate، يعني أنه عازب بدون الإرادة ديالو، لدرجة أن الهدف ديالهم من الحياة كيولي هو احتقار المرأة والمهاجمة ديالها إما بالبيراطاج إما بالمعيور ولا بالطرولات، وكيحقدوا حتى على الرجال اللي عندهم حظ من الحياة الجنسية. والخطير هو أنه تكتبوا تقارير أن بزاف القتلة المتسلسلين ديال العيالات كانوا انسلز. ثم عندنا واحد الظاهره ديال الرجال اللي تاكدوا من الخساره في حرب النساء وتحول لهم هذا الاحساس الاضطراب كيخليهم يلقاو الراحه في مشاهده الرجال اللي احسن منهم محقين داكشي اللي محقوش هما. ولا بنعطي تفاصيل لا تلائم الجمهور الناجئ بالعربيه كيكون اقرب للدياثه، اما الكلمه ديال لونجلي خايبه ما بغيتش نقولها. ثم عندنا سيمبل اللي مختصر ديال الكلمه خايبه حتى هي بلا ما نترجمها، وببساطه هو هذاك اللي عنده هوس بالنساء ولكن كيكون مستعد يخسر عليهم الفلوس ويتحول للعبد وحتى الحيوان اليف كاع الا بغاو. هذه من منظور ذكوري. اما النسويات فكيبان لهم انه هو النموذج ديال الرجل المتوازن اللي تحيدات منه الذكوريه الشريره ودخلت فيه الانوثه الجميله. ثم عندنا من رايتس اكتيفيست ولا ادفوكيتس اللي كيدافعوا على حقوق الرجل وكيناديوا بان الرجال مظلومين وكيعانيوا اكثر من النساء، خصوصا في مسائل الطلاق والحضانه ومناصب الشغل كيف ما قلت، وكيقولوا انهم كيعانيوا من ديفورس ريب، زعما بحال اللي الرجال كيتعرضوا للاغتصاب بهذا الطلاق. واخر نوع هو البيك اب ارتست، مرتبطين بشكل كبير مع الكتاب ديال روبرت جرين ذا ارت اوف سيدكشن بالعربيه فن الاغواء، خرج تقريبا في 2001. وهذا المصيبه الكحله هو اللي بدا يعلم الناس كيفاش تفهم البسيكولوجي ديال الاناث وتقدر تصيدهم بشكل فعال. كيتكلم لك على اختيار الفريسه بشكل جيد، خلق الغموض، اختلاق المشاكل وايجاد حلول، انماط الشخصيات، هذا طفولي، هذه عنيده، هذا نرجسي، هذه ساحره وما الى ذلك. والافكار ديالو كامله منطلقه من علم النفس التطوري وغادي نفصل فيه من بعد. وهنا فين غادي نتكلم على البيزنس ديال الكوتشينغ وعليه كندور وكنقلب من الصباح. الإحصائيات على الظواهر الاجتماعية المتطرفة بدات كتأكد نهار على نهار أن الحضارة الغربية غادية للانهيار، وبالتالي خاصنا نتصداو ليها. من الأمور اللي كنلاحظوها حنا المشرقيين المسلمين أو المتدينين بشكل عام هو الفراغ الروحي اللي كيعاني منه المواطن الغربي، اللي تقريبا ولا محقق جميع النزوات ديالو. هذا الفراغ عطى فرصة لكل ما هو سيلف ديفلوبمنت، يعني تطوير الذات وداك العلم الزائف ديال NLP البرمجة اللغوية العصبية. وكلشي كيعرف الكتاب ديال توني روبينز أيقظ الوحش الداخلي، وكتاب العادات السبع ديال ستيفان كوفي. هادشي يتحول لمحاضرات ودورات تكوينيه ودي سيرتيفيكا وبحال ولا داير عليهم واحد البيزنس. كيجي واحد كيسمي راسو كوتش وكيبدا يبيع هاد السيرفيس، والناس ديال الفن الاغواء غادي يدخلوا في الجيم ديال الكوتشين حتى هما. وبنفس المنطق غادي يخرج لوجود الكتاب ديال السر ذا سيكريت اللي كيهضر على الخرافات ديال قانون الجذب. وكنرجعوا ثاني للراسماليه اللي كتقوم على تلبيه الاحتياجات سواء الماديه ولا النفسيه. واحد الشخص سميتو رولو توماسي واللي هو غير اسم مستعار، وبزاف بحالو كانوا كيكتبوا مقالات على السوشيال داينامكس، يعني التفاعلات الاجتماعيه بين الافراد. كياخذوا شويه من اصحاب الاغواء، ياخذوا شويه من علم النفس التطوري، شويه من البرمجه اللغويه العصبيه. ورولو توماسي تشهر بكتاب ديال ذا ريشنال مان، ولقى واحد الكوميونيتي ديال الشباب اللي من واحد الناحيه كيتكلموا على اساس هما ضحايا ديال المجتمعات النسويه، ومن ناحيه اخرى انهم مدافعين على الرجوله اللي بقى لها غير شويه وغادي تنقرض. ومن واحد الناحيه واحده اخرى كيامنوا بالصراع من اجل البقاء ديال داروين. وكتلقى بعض الافكار المتطرفه ديال الفيلسوف نيتشه والاب الروحي ديالو شوبنهاور، افكار عدميه وسوداويه كتقول لك ان الحياه ما عندها حتى شي معنى، غير مجرد صراع ما بين الخلايا وصافي. هاد الكوميونيتي ولا هاد الطائفه غادي تلقى راسها الماركه المسجله واستلهمتها من الفيلم ديال ذا ماتريكس، فين البطل غادي ياخذ ديك الحبه الحمراء باش يفيق من الوهم ويعيش الحقيقه المؤلمه. وهكذا ولا الارتباط ديال الحركه مع الريد بيل. وفاش كيكون عندنا وباء مواقع التواصل الاجتماعي، الهواتف الذكيه متاحه للجميع، الانترنت ولا سريع ورخيص، انتشر المحتوى السريع ديال الشورتس والسطوريات، شركات ديال انتاج الحوايج والماكله والاكسسوارز والاندستري ديال الترفيه كامله كتحط فلوس صحيحه على الاشعارات. شد هذا الشيء وجمعوا كامل وخلطوا مع الغرائز ديال البشر. النتيجه الحتميه هي ظهور الانفلونسرز والهاشتاغ والبوز. والظواهر الاجتماعيه اللي كنت تكلمت عليها من البدايه كانت واحد الوقيته حبيسه في المنتديات وفي البلوجز، ولكن دابا غادي يوليو عندها حتى هي مؤثرين ورموز كيتكلموا بسميتها. كوميونيتي ديال الفيمينيستات، ديال صحاب لاصال، ديال صحاب الطياب، ديال صحاب السفر، ديال صحاب الكيتو، قانون الجد، حوايج الاغواء وبما في ذلك الريد بيل. ويمكن اول وجه اعلامي غادي يدير البوز في هذا الوسط ديال الاغواء هو جوردان بيترسون، تقريبا في 2018 غادي يعطي الملخص ديال معاناه الذكور وضياع المجتمع الابوي اللي كان هو اللي محافظ على الاستقرار ديال البشريه. ومن بعد غادي يبان
الكيان الغني عن التعريف أندرو تيت سنة 2020 اللي حتى هو عنده قصة بوحدو الأغلبية غادي يكون سامعها. الطريقة كيفاش كان كيهاجم النسويات وكيدعو للرجوع للسلطات الرجل، وشي مرات كان كيدير شي خرجات أكثر تطرفا، طرطق المرارة للنسويات زعما الصراحة. واخا هو ما تبنيش الأفكار ديال ريد بيل اللي تبنوا الأفكار ديالو، خصوصا أنه كان بوكسر قديم طويل مقلدام لاباس عليه، نموذج ديال الرجل الالفا بالنسبه ليه. واللي كيجيني عجيب ومن واحد الناحيه ذكي صراحه في هذا الفكر ديال ريد بيل هو انه منفتح على اي حاجه كدير البوز. كتلقاهم كيشجعوا على الاستقلال المالي اللي انتشر في وقت كوفيد مع اصحاب التجاره الالكترونيه والبيتكوين، كتلقاهم متبنين الهاسل كالتشر اللي انتشرت حتى هي مورا كوفيد، داكشي ديال التقاعات اللي بغيتي توصل خاصك تجيبها من فم السباع وتباع من بنادم اللي فاشل، فيق مع 5 ديال الصباح ودوج بالماء بارد كول مزيان. فاش دير هادشي كامل البنات غادي يوليو يتخاطفوا عليك. في تطبيق قانون العرض والطلب بالنسبه لي التيار ديال ريد بيل جا في الوقت المناسب جدا اللي لقى فيه الكليان واجدين. وفاش بغيت نعرف هذا العلم ديالهم في اين جامعه كيقراوه باش نولي حتى انا كوتش كنبيع الاستشارات ديالي لولاد البلاد، ولا ندير بودكاست كيف ما في ميريكان اللي لقاو ان بحال هذه المواضيع دخلت القناه واحده من بين بزاف ديال القنوات اكثر من 15 مليون مشاهده غير في الشهر. كنت عطيت اشاره على علم النفس التطوري، وبالنسبه لي غير فلسفه ماشي علم تجريبي كيف ما كيتصوروا الناس. المشكل الرئيسي مع علم النفس التطوري هو انه ينطلق من ان الانسان تطور من كائنات ادنى، وهو القرده عندهم سلف مشترك غير مازال ما لقيناش حلقه المفقوده، وداكشي تم بشكل عشوائي وبالانتخاب الطبيعي، البقاء للاصلح والاقوى الى اخره. كينطلق من هذه النظريه الفلسفيه ديال التطور على اساس انها راه حقيقه مثبته علميا، يعني تيقول لك بما ان عاد كيبدا يفسر السلوك ديال الانسان وفق هذه القضيه ديال انه كائن متطور، والتفسيرات كامله غير علميه ومجرد تكهنات كاينه في الخيال ديال هاد الباحثين لا اقل ولا اكثر. والموضوع فيه كلام كثير صراحه ممكن نتكلم عليه من بعد. الشاهد عندنا هو ان هذا علم النفس التطوري كيدرس السلوك ديال الحيوانات ولا الثدييات تحديدا، وبالقياس كيقول لك اذا السلوك الانساني هو نتيجه ديال السلوك الحيواني اللي مازال مسجل في الجينات ديالو. هذه هي السلام عليكم ديالو. اول فكره كيقنعك بها ولا هما اصلا اللي مقتنعين بها هو ان الانسان بحال الحيوان، الجينات ديالو هي اللي كتحكم فيه وكتوجه ليه السلوك ديالو باش يبقى على قيد الحياه. وداكشي باش حنايا كنتوالدوا. الجينات خاص غير النوع البشري يستمر. كيدير واحد القفزه استنتاجيه عاوتاني هو ان الراجل كيتزوج بالمراه اللي عندها احسن جينات، على العكس ديال الانثى اللي عندها بزاف ديال الشروط. قال لك خاص الذكر يوفر لها الحمايه ويوفر لها الماكله وتكون عنده جينات قويه اللي كتبني ليه العضلات باش يحميها من السبوع ويكون زوين من الفوق. والحاجه اللي ما فهمتش هو ان هذا الراجل اللي باغي ياخذ وحده زوينه شنو هما معايير الجمال عند الجينات بالضبط؟ كيفاش هاد الجينات كتفهم الجمال؟ وشكون اللي دار في هاد المعايير؟ المهم ما علينا بلا ما نحرجوا العلماء ديالنا. اصلا الريد بيل كيهضروا غير على المراه. المهم قال لك سيدي هاد المراه عندنا كدير ما يسمى بالتزاوج الفوقي هايبرغامي، كتقلب على احسن رجل ممكن يوفر لها الماكله والامن ويكون زوين كيف ما قلت. وهذاك الرجل هو اللي كيتسمى الالفا ميل، ماشي ميل زعما داك الميول الاخر، مال زعما ذكر. اما الراجل فعنده كاع الاختيارات اللي ما طيرهمش للالفا. وهاد المراه اللي كتكون هنايا وما بغاهاش الالفا اللي هنا كتلقى راسها خاصها تقضي الغرض مع داك اللي تحت منه، وما يسميوه لينا بيطه. يعني عندنا الفا واحد وبزاف ديال البيطاوات بالنسبه للمراه. ومنين جابوا هادشي كامل قال لك من شي دراسات دارت على الدياب وقردة الشمبانزي واللي تبين من بعد انها كانت فيها اغلاط. وكاين من صحاب الريد بيل اللي مازال مقتنع بها على اساس انها راه علم مجرب باقي خصو يدير الميزاجور. كاين اللي تيقول لك بصح هذيك راه ماشي دراسه صحيحه اللي دارت على الدياب، ولكن بقى محافظ على المصطلح حيت هو اللي مروج السوق ديال الريد بيل، الالفا ميل اللي ما ميتش. ومن غير علم النفس التطوري ديال الجينات كاين علم نفس الشخصيات والنظريه ديال البيك فايف واللي استنتجوا منها ان العيالات فيهم تقافز القرده مانكي برانشي ومهيئين ليه بشكل كبير. وشنو هو التقافز القرده عاوتاني عيتونا؟ قال لك سيدي ان المراه فاش كدير علاقه مع راجل كيكون دائما عينيه على راجل احسن منه، في حاله ما اذا جاتها الفرصه راه كتمشي عنده، وهذاك تيولي بيطه والاخر تيولي الفا. وعندهم واحد الدراسه كيبارطاجيوها دارت على 2000 مراه اللي كيقول لك انهم مستعدين يمشيو عند رجاله وحدين اخرين الى اخره. عاوتاني عندهم نظريه ارمله الالفا اللي استنتجوا منها ان النساء اللي كيكونوا ديجا لقاو الالفا ديالهم ما عمرهم ما كينساو نهائيا، حيت هو الراس ديال الهرم بالنسبه لهم، وإلا ما تزوجاتش به راه كيبقى هو المرجع بالنسبه ليها وغادي تبقى تقارن مع اي راجل جا من بعد. وهنا كاين تناقض ايها الاخوه والاخوات. كيفاش هي كدير التقافز؟ يعني كتقلب على ديما الفا اللي احسن وما كتنساش الالفا الاول. ياك الالفا اصلا كيتبدل كل مره. واش كيتبدل بالنسبه ليها؟ واش كل مره عندها الهرم ديالها؟ واش كاين هرم واحد في الكره الارضيه اللي فيه احسن راجل خارق واللي هو اللي الناس كيحلموا به والاخرين تحت منه؟ المهم هذه اسئله كنسولو. واخيرا نظريه الاس ام في سيكشوال ماركت فاليو اللي فيها واحد المبيان مع مبيان اللي فيه الفتره العمريه اللي كيكون فيها الراجل عليه الطلب اكثر، والفتره اللي كتكون فيها المراه مطلوبه في السوق، والفتره اللي كتكون فيها بدات كتشرف وما بقى كيدافع احد. ومادام هاد الجوج ديال لي كورب مديكالين يعني خاص الراجل ياخذ دائما وحده صغر منه. راس السوق خاصو يدير راس السوق، ولكن خاصها ما تكونش ارمله. اول مشكل في هذه الاطروحات بشكل عام هو انها ما عندها حتى شي علاقه مع العلم التجريبي، وداكشي كامل مبني على تكهنات فلسفيه. كيف ما قلت كتعتبر الصحه ان الانسان تطور من حيوانات وكتحركوا غير الجينات ديالو وغريزه البقاء، ومنو كيعطيك تصور على المراه على اساس انها مجموعه من الخلايا
وجينات كتفكر في بلاصتها وكتقول لها كيفاش تعامل، بحال اللي ما عندهاش عقل مفكر واراده حره. وديما هاد الجينات ديالها غادي تبقى تدفعها دير لك اختبارات تشي تيست باش تعرف مع من غادي تنقل الجينات ديالها. والمشاعر والعواطف هي مجرد افرازات هرمونيه. وكيقهروني انا بهذا الحماس اللي كيتكلموا به، حتى في الوسط العلمي مازال حتى ما متفقين على التعريف ديال النفس البشريه وديال الوعي وديال الادراك وديال حريه الاراده والعقل والحياه وما الى ذلك. هادشي كامل فيه بزاف التيارات وبزاف ديال النظريات. ثاني مشكل هو الهوس ديال التستوستيرون هرمون الذكوره، وكيعطيو به تصور كيدفع في اتجاه عقلانيه الرجل المطلقه، يعني الراجل كيخدم غير عقل، وفي المقابل عاطفيه المراه، يعني المراه عندها غير العواطف والراجل عنده غير العقل. بحال اللي راه كل واحد كائن بوحده، وكيبغي يصدمك بهذا التصور اللي عندك على الرجل، كيعطيك واحد المفهوم اللي انت ما عارفوش انطلاقا من داك العلم بين قوسين. ومن بعد ما كتسلم العقل ديالك الجميل القابل للغسل، لان النفس ديال الانسان مجبوله على الفضول، كيبدا يفصله ويخيط فيه كيف ما بغى. ثالث مشكل هو مغالطه الثنائيه الزائفه، ريد بيل بلو بيل، الفا بيتا، ارمله ماشي ارمله، متقافزه ماشي متقافزه، يا ابيض يا كحل. وهاد السطحيه في التحليل والاستنتاج من اكثر الحوايج اللي كيتنتقدوا عليها علم النفس التطوري. رابع مشكل هو التضخيم ديال البديهيات، غير في هذاك التزاوج الفوقي مثلا، راه حاجه باينه ان المراه اللي عندها اختيار ما بين راجل عنده الفلوس وراجل فقير غادي تختار اللي عنده الفلوس. هذه راه معايير فطريه. الا حطيت لك 100 درهم و200 درهم وقلت لك خذ اللي بغيتي، غادي تاخذ 200 درهم. ما فهمتش اناش من علم خاصني نقرا باش نحلل الظاهره. بينما راه غادي يعجبها واحد خدام ومغلي في راسو على واحد باقي كيقرا، ولا واحد باقي كيصرفوا عليه والديه. بين غيعجبها واحد مثقف على واحد راسو خاوي، واحد صحيح على واحد ضعيف. وحتى الرجال راه كيختاروا المراه بشكل عقلاني وعاطفي مجموعي، ماشي غير الجينات اللي كيختار في بلاصتنا. تقدر تجيب لواحد ملكه الجمال ديال الكون ويقد ما تعجبوش الشخصيه ديالها الا كان راسها خاوي، او هو يكون انسان محافظ وهي تكون منفتحه. غيقول لك غير بالصحه اي واحد عنده صحابه محافظين راه غتسولو هذا السؤال غادي يجاوبك بنفس الطريقه، غادي يقول لك ماشي بالضروره تكون زوينه باش نتزوج بها. انا مازال ما فهمتش شنو علاقه علم النفس بهذا الشيء البديهي. ولا غير مثلا فاش كيقول لك ما خاصكش تبان نيدي، زعما تكون محتاج للمراه، خاصك ديما تحسسها بالاستغناء والوفره وتطلق لها هذيك الالفا انرجي. حتى هذا انا كيجيني سلوك طبيعي عند البشر بغض النظر على الجنس ديالهم، راه مساله عاديه الا تعفرتي على اي واحد كيف ما كان غادي يحترمك. هادشي الا كنتي بالفعل مشغول وعندك برنامج. الا كنتي شي حد راسو خاوي وما عنده ما يدار اللي جاي داخلك في البرنامج ديالو، حتى حد ما كيبقى يدير بحسابك. اما الا كنتي انسان مثقف وديما عندك الجديد، راه صحابك غادي يبداو يديروا حسابك، يعيطوا عليك، يتصنتوا لك. الا عندك فلوس ممكن يبغيو غير يستغلوك. هذه سلوكات بديهيه ممكن تمثل على الناس وغير بالكذوب دير لهم نفس التاثير، سواء على مراتك ولا صحابك ولا ايا كان. هادشي راه ماشي شي علم تجريبي، غير سلوك بشري بديهي كيف ما كان الجنس ديال هذا اللي غتعامل معاه. والمشكله هو ان شحال من واحد كيقول مع راسو راه جربت الريد بيل وصدق بصح. واحد قال لي انه كان عنده مشاكل في العلاقه ديالو حيتاش كان بلو بيلي حقير، ولكن فاش بدا يبدل التعامل ديالو معها حتى هي تبدلات معاه. وكيبدا الواحد يثق بهذا الشيء حتى كيكون تغسل ليه دماغه وتختزل ليه الوجود ديالو في انه يبحث بشكل مستمر على انثى، وكيعطي بعض التقنيات ديال هذه تعفر دير راسك مشغول الى اخره. في حاله ينجحوا وكيبقاو البديهيات ان واحد الا كانت حياته خاويه وغير حاضي شي بنت راه كيطلع لها في راسها، راه والديك وكطلع لهم في راسهم، صاحبك اللي ما عندك به غرض ولا هم يحزنون راه كيطلع لك في راسك الا ما كان عنده ما يدار. اذا شنو كيوقع في حاله ما البنت عجبتيها بالتصرفات اللي درتي وانك وليتي مشغول وليتي انسان مهم الى اخره وكملات معاك، اذا الريد بيل عنده الصح. ولكن في حاله ما صدقاتش كيقول لك الريد بيل اذا راه هي ما مزياناش وهي ارمله وهي متقافزه وما عندك ما دير بها. ولا يقدر يقول لك مازال خاصك تخدم على راسك ومازال خاصك تطلع لهذاك الالفا. وفي كل الحالات دائما الريد بيل غادي يكون عنده الصح، لانه كيقدر يفسر اي حاجه، يقدر يفسر لك حتى شي حاجه اللي متناقضه اللي ما يقبلهاش عقلك، حيت هو اصلا مجموعه من الخرافات ما مبنيش على العقل. راه ما كتحتاج حتى شي علم باش تبقى تبدل في العلاقات من هذه لهذه، هذه متقافزه، هذه متراكمه، هذه متفاجئه. كاين 4 المليار ديال العيالات في الكره الارضيه، كاع العقليات اللي تخيلهم راهم كاينين. واخر مشكل عندي مع هادشي هو الامثله المتكرره اللي كيعطيو باش يبرهنوا لك على النظريات ديالهم انها صحيحه. ميغان ميركل كيبقاو يعايروا فيها بشكل عنصري، دات داك الملك ديال بريطانيا حيت هو بلو بيل، ومرات ويل سميث كيعايروها بالبشره ديالها، ضحكات عليه حيتاش ارمله ديال توباك، واشرف ديالنا بغات دير ليه الثروه ديالو حيتاش صافي حقات غريزه الامومه، وهكذا. ونعاود لكم واحد القصه حقيقيه ديال واحد السيد كان مزوج وعايش مستقر مع مراته كيتعافروا مع الزمان بحال ايها الناس، حتى غادي اكتشف الريد بيل وهادشي بالشهاده ديالو، ولا عايش واحد ستريس غير بوحدو. كيدخل للدار كيحاول يصطنع واحد الشخصيه مزيفه، كيحاول يبين ديك الذكوره ديالو، تقول ليه مراته قضي لي شي غرض يقول لها لا، ما يجاوبش في التليفون، يخرج في اي وقت. وحتى فاش كيكون غادي في الزنقه كيبدا حاضي غير الرجال اللي طول منه، ويبداو يجيو ديك الافكار ديال واش هذا يقدر يدي ليا مراتي الا شافته، واش انا راجل بما فيه الكفايه. دوز واحد المده ديال القلق ما بقاش كيدي الناس، قرر يفتحها في الموضوع. شنو قالت لي بكل بساطه كاينين عيالات بحال هكذا اللي كيديروا هاد التقافز وهاد التخربيق، ولكن الاغلبيه راهم كيكونوا مزوجين على اقتناع، وحتى واحد ما ضرب على يديها باش تزوج به النهار الاول. ما هي عند 36 عام، ما هي غوريلا، ما والو، بحال اغلبيه العائلات في المجتمع. هنا في هاد القصه شكون يصدق عقلاني، المراه ولا الراجل؟ ولكن غيجي العالم الريد بيلي وغادي يقول لك لا لا لا، باينه داك الراجل بيطه وهذيك باينه ارمله ديال شي الفا، بقات لها غريزه الامومه، داكشي علاش باقا معاه باش تولد. الاجوبه الجاهزه حتى عندهم الحقيقه المطلقه، والدليل هو انه ما كاينش دليل.
خلاتكم مشات عند واحد اخر. حقره خايبه ياه، الحياه ما كتبغيش واحد يكون ظريف. كبرنا على اساس ان داك النايس جاي هو اللي غادي يحقق الاهداف ديالو، كاملين كنا عايشين داك الوهم، ولكن ما يبقاش فيك الحال. الحقيقه اللي كانوا مخبين عليك هي انك خاصك تخدم على راسك، تقاتل، دير الفلوس، دير طوموبيل واعره، فورما واعره، تافيشا في بلايص واعرين، تبعد من الفاشلين. ديك الساعه هذيك اللي قمعتك النهار الاول غادي تندمها على النهار اللي سمحات فيك. وماشي غير بوحدها، الاف ديال البنات اللي بحالها واللي احسن منها غادي يوليو يتمناوك غير تشوف فيها، ولكن انت ما غاديش تعقل على حتى وحده فيهم، حيت ما بقاش عندك العاطفه ورجعتي للطبيعه الرجوليه ديالك كذكر. ما فيش العاطفه، كيهمك شخص واحد في الحياه اللي هو انت ولا احد سواك. كلام عاطفي بشكل كبير. كيفاش كيشوفوا الريد بيلرز العالم كاين غير في الخيال ديال المستهلكين بفعل الخوارزميات ولا لي زالغوريثم ديال مواقع التواصل. كتبقى تقترح عليك نفس المواضيع وكيتسحب لك راك خرجتي من الماتريكس وتولد رجل جديد في المدينه. ما كنبغيش نقول ان ريد بيل غير ردة فعل على النسويه فقط، كيبان لي الموضوع كبر من هادشي. جمع ما بين فن الاغواء، هاسل كالتشر، عقليه المحارب، والهيلثي لايف ستايل، والاستقلال المالي. تلاقاو لينا كاملين باش يعطيونا واحد الطائفه مهووسه بالمراه. هذه واحد الحقيقه اللي ما كيبغيوش تقبلوها. علاش كينصحك ما تسوقش للمراه وكيدير لك مليون فيديو غير عليها. اللي مامن بالريد بيل انه هو الحل كينطلق من التجربه النفسيه ديالو اللي كيعيش مورا ما كيبدا يفيق بكري، يتهلا في راسو، يمشي لاصال، يتفرج في الفيديوهات اللي كتزيدو الثقه في النفس. غير هو التاثير راه ما كيدومش بزاف، وموراه كيجي الانعزال، كيولي الواحد عايش على هامش المجتمع. وهاد الظاهره في تزايد كبير في امريكان وسماوها مانوسفير، يعني قوقعه الرجل، حتى اللي بغى يمشي يقرا عليها. بالنسبه لي الازمه اللي حاصله في دول العالم الثالث هي تاخر سن الزواج والرغبه الملحه الغريزيه اللي خالقها فينا سيدي ربي. بالنسبه لي اسباب ديال مشاكل الشباب اقتصاديه محضه. كاين مشكل في الحقوق المهضومه والعدل والكرامه، وما عمرنا غادي نحلوها بالتفرج في الفيديوهات والتنمر على الناس. باش كيقهروني تيقول لك انا عطيتك الحبه الحمراء غير باش تعرف الحقيقه، انا غير وصفت ليك، وديك الساعه انت دير اللي بغيتي، راه حيت ما عنده ما يعطيك اصلا. في التقدير ديالي الريد بيل يتناقض مع نفسه، حتى في النظريه اللي بنى عليها كلشي. بغى يرجعك بحال المراه اللي كينتقد من الصباح تماما، تولي انسيكيور، عندك عقليه تشكيكيه مرضيه، كتخاف دائما تولي بيطه، ما كتقبلش الطبيعه البشريه ديال انك غادي تغلط وغادي تستافد من الاغلاط ديالك. بغاوك تولي مادي وكتامن غير بالمصلحه ديالك على اساس ان راه هذاك هو العقل، وتولي غير مسؤول وكتشوف راسك انت هو محور الكون. حاضي العنايه بالبشره واللبس وتقلاب في التصاور ديال الرجال، هذا في 190، هذا 9/10، هذا قصير، هذا الجينات ديالو غضرو. غتبقى عايش في المقارنات وفي الحسره ديال علاش ما عندكش الجينات الخارقه، علاش الحياه غير عادله. وهاد الصفات وهذا التفكير كتكون جمعتي بهم الراجل والمراه اللي معمر الواحد يبغي يتلاقى معاهم. النتائج ديال الريد بيل في الغرب هو الوحده. تداروا دراسات كثير على الظاهره المانوسفير، حيت كيبقى ينفخ في داك الانا حتى كتولي تحس براسك غير محتاج للاخرين ولا كثيراتي، وهاد البشريه تنقارض كاع ولا لا يطري عليا انا ماشي سوق. وبشويه حتى كيلقى الواحد راسو خاصو غير يتلف الوقت في شي ستريم ولا يبقى لاعب لي جو اونلاين ولا يتفرج في فيديوهات ديال الريد بيل. هاد فلسفه الحبه الحمراء والزرقاء كاين اللي كيشوفها من منظور فلسفه عدميه اللي نظروا لها هذوك الحماق ديال نيتشه وشوبنهاور، بمعنى ان الحياه بدون معنى. خديتي الحبه الحمراء كتشوف الواقع على اساس انه معاناه وكتبقى تقاتل، ولا خديتي الحبه الزرقاء كتغمض عينيك وكتبقى عايش في الوهم. وفي الحالات بجوجهم راه حياتك ما عندها حتى شي معنى. وبلا الواحد ما يدير ريفيرونس للماتريكس، هذاك غير فيلم ديال الخيال العلمي واصلا عنده علاقه بالعبوديه. حتى شنو غادي تستافد الا شفتي الحقيقه المره في نهايه المطاف؟ انا كيبان لي الواحد غادي يدبر غير على شي مرض ولا السيده الله يستر الا بقى ينقص في العلاقات الجنسيه من بعد، واللي هي اصلا حرام. انسان ميز الله بالعقل وبالقيم، الفاليوز، لي فالور، واللي نظريه التطور والعلم البيولوجي والفلسفه العدميه ما عرفتش تجاوب عليها. علاش غادي تاخذ الفكر ديالك من النظريات اللي كتعتبرك كنتي قرد، ولا كتعتبرك انك مازال حيوان ومجرد مجموعه من الخلايا اللي تجمعات بشكل عشوائي مع بعضياتها؟ يعني انت ما كتساوي حتى شي حاجه، غيان، nothing. علاش اصلا هذا التطور صدق مكلخ؟ صايب لينا جوج ديال الاجناس، ذكر وانثى، كانت هذيك الخليه ما تقسمش النهار الاول، تبقى عايشه بوحده وتعني راس، ولا تصايب لينا شي كائن اللي كيحمل غير بوحده وكيتكاثر غير مع راسو. علاش دار لينا ذكور واناث وبيناتهم غيبقاو يتصارعوا؟ ما عندنا شي كامل. هادو عندهم شي حوايج وما عندهم شي حوايج، هادو محتاجين شي حوايج في الاخرين. العبات هادشي والله. انت انسان كرمك الله تعالى صديقي العزيز، غير خوي راسك من داكشي. مزيان تخدم على الشخصيه ديالك وتقرا وتكون مثقف وتكون في صحه جيده، ولكن اللي كيجمع هادشي كامل هو حياتك خاص يكون عندها معنى اللي ما مربوطش بالماده ولا بالصراع مع المراه، حتى هي مكرفصه بحالك. ما تخليش بنادم يشدك من هذا الاحتياج الفطري اللي من عجائب خلق الله تعالى ويوجهك في اتجاه الكونسوماسيون، الاقتصاد الراسمالي. الحقيقه ما كتباعش بالفلوس، وما خاصكش تكون كتعرف راسك من خلال شي طائفه كتستمد منها القوه ديالك. علاش ما تكونش قوي ومستقل بالفكر ديالك؟ غير فكر فيها مزيان. السلام عليكم.